بيبدأ الجزء الأول من فيلم سونيك بكائن فضائي اسمه سونيك، وكان بيجري على جزيرة بعيد عن كوكب الأرض، وبيروح للبومة لونج اللي هي والدته بالتبني، وبتنصحه ما يجريش بسرعة عشان محدش من الأشرار يشوف قوته الخارقة. وفجأة بتلاقي قبيلة واقفين ورا سونيك وبيرموا عليه أسهم، فبتنقذه بسرعة وبتاخده وبتطير بعيد عشان محدش يخطفه، لكن للأسف بيجي فيها سهم وبتقع على الأرض، فبتستخدم خاتم سحري وبتفتح بوابة لكوكب الأرض، وبتقول لسونيك إن ده أكتر مكان آمن ليه، وإنه لازم يهرب عشان الأشرار طمعانين في قوته الخارقة وعايزين يسرقوها، وبتديله كيس فيه خواتم سحرية عشان يهرب لو حد هاجمه. فبيضطر سونيك يدخل البوابة، وأول ما بيشوف الأشرار وهما بيهجموا على والدته بيحاول يرجع تاني عشان ينقذها، لكن بيكون البوابة اتقفلت وفات الأوان. وبعد 3 سنين بيكون في ضابط شرطة اسمه توم ماسك جهاز الرادار عشان لو حد تجاوز السرعة يديله مخالفة، فبيشوف سلحفة ماشية على الأرض ببطء وبيعدي سونيك من قدامه بسرعة كبيرة جدا لدرجة ان توم ما بيشوفهوش، لكن الرادار بتاع توم بيسجل سرعة كبيرة جدا، وبيكون توم فاكر ان الجهاز عطلان، فبيتحرك سونيك من جنبه بسرعة كبيرة عشان يرخم عليه، وبينزل توم من العربية عشان يعرف السبب اللي مخلي الجهاز يلقط سرعة عالية، فبيلاحظ شعرة لونها أزرق مرمية على الأرض وبياخدها وبيمشي، وطبعا الشعرة دي بتكون بتاعت سونيك. واول ما بيمشي بيشوف سونيك عربية هتدوس السلحفة، فبينقذها وبيفضل يجري بيها وبيوصلها الغابة وبيمشي. وبعدها بيرجع البيت وبنعرف ان سونيك عايش في كهف لوحده وما بيختلطش بالناس، وده عشان هو كائن فضائي، ووقت ما كان بيلعب بيقع منه كيس الخواتم السحرية، وبيفتكر كلام والدته لونج لما قالت له انه يستخدم الخواتم السحرية ويهرب في حالة لو حد طرده او هجم عليه. فبيشوف خريطة الكواكب اللي معاه وبيقرر يروح كوكب المشروم لو حد طرده، وبيكون حزين لانه بيحب كوكب الارض وعايز يعيش فيه. وبنعرف ان سونيك بيراقب الضابط توم ومراته مادي طول الوقت ونفسه يتكلم معاهم ويكون صديقهم. وفي الوقت ده بيروح راجل عجوز لمركز الشرطة وبيقول لتوم انه شاف كائن ازرق في المدينة، وكمان بيوري له رسمة لسونيك، وبيكون الراجل ده هو الوحيد اللي شاف سونيك، وبيحاول يطارده ويقبض عليه، وده عشان كل سكان المدينة بيقولوا عليه مجنون، وهو عايز يثبت لهم ان فعلا سونيك موجود. فبيعمل فخاخ لسونيك في المكان، لكن سونيك بيهرب منها بسرعته الخارقة وبيقع الراجل ده في الفخاخ بتاعته. وبالليل بيروح سونيك لبيت توم وحبيبته مادي وبيتفرج معاهم على التلفزيون من بعيد، ولان سونيك ما بيتكلمش مع حد بيكون حاسس بالوحدة عشان ملوش عيلة او اصدقاء وخايف يفضل وحيد طول حياته. وفي اليوم اللي بعده بتيجي رسالة لتوم من مركز الشرطة، وبيعرف انهم وافقوا على طلب نقله لمركز شرطة سان فرانسيسكو، وبيكون فرحان جدا، وده لانه عايز ينتقل للمدينة لانه عايش في قرية ريفية وحاسس فيها بالملل. في الوقت ده بيروح سونيك يتفرج على الاطفال وهما بيلعبوا بيسبول وبينبهر باللعبة جدا، فبيستنى الاطفال يمشوا من الملعب وبيقرر يلعب البيسبول لوحده وبيكون مستمتع جدا، لكن بتتغير ملامحه وبيتضايق لانه وحيد وملوش اصدقاء، فبيجري حوالين الملعب بسرعة كبيرة جدا وهو حزين، ومن غير ما يحس بيخرج من جسمه شحنة كهربائية عالية جدا وبتفصل الكهرباء عن المدينة كلها وبتدمر الأقمار الصناعية في الفضاء. فبيتصدم سونيك من اللي عمله وبيهرب بسرعة قبل ما حد يكتشف مكانه. وفي نفس الوقت بيتفاجئ توم ان الشعرة بتاعت سونيك اللي لقاها بتنور، فبيفهم انها شعرة كائن فضائي، ولان الاقمار الصناعية اتدمرت بالكامل بسبب طاقة سونيك بيتجمع مسؤولين كبار من الدولة عشان يعرفوا مصدر الطاقة اللي دمرت الاقمار الصناعية، فبيقرروا يكلفوا دكتور ايجمان عشان يعرفوا اللي حصل بالظبط، وده لانه مخترع وكمان خبير في التكنولوجيا. فبيقابل دكتور ايجمان قائد الجيش الامريكي ومعاه المساعد بتاعه، وبيقول له ان الطاقة اللي دمرت الاقمار الصناعية خرجت من كائن غريب موجود على الارض، وبعدها بيشغل الآلات بتاعته عشان ينتشروا في كل أنحاء الأرض ويعرفوا مكان الكائن ده. وطبعا الكائن اللي بيدوروا عليه ده هو سونيك، وبتقدر الآلات بتاعته تكتشف آثار رجلين سونيك في الغابة. فبيروح دكتور إيجمان للمختبر بتاعه وبيتأكد من آثار الرجلين إن مصدر الطاقة اللي دمرت الأقمار الصناعية هي كائن فضائي، وبيكون سونيك شايف الجيش والآلات وهم في الغابة وبيدوروا عليه، وبيقرر يهرب بسرعة قبل ما يقبضوا عليه. فبيرجع الكهف اللي عايش فيه وبيلم حاجته بسرعة عشان يمشي، وبيروح يستخبى في المخزن بتاع توم. فبيسمع توم صوت غريب في المخزن بتاعه وبيروح بسرعة عشان يشوف فيه ايه، فبيتفاجئ ان سونيك واقف قدامه وماسك خاتم سحري عشان يفتح بوابة سحرية ويهرب.
فبيترعب توم وبيضربه بسهم مخدر، وبيبدأ سونيك يفقد توازنه وبيقرأ اسم سان فرانسيسكو على التيشيرت بتاع توم. ولما بيفقد الوعي بيقع الخاتم السحري من ايده وبتتفتح بوابة لسان فرانسيسكو، وبيقع فيها كيس الخواتم السحرية والبوابة بتتقفل. وبعد شوية بيفوق سونيك وبيلاقي نفسه في بيت توم، وبيحاول يشرح له السبب اللي خلاه يستخبى في المخزن بتاعه. فبيستغرب توم ان سونيك بيقدر يتكلم وبيكون مش مستوعب الموضوع، فبيعترف له سونيك ان طول الوقت ده كان بيراقبه هو ومراته مادي، وكان نفسه انهم يكونوا اصدقاء. عشان كده اول ما عرف ان الجيش بيدوروا عليه قرر يستخبى عنده في المخزن، لان ده اكتر مكان امن ليه. ولسوء الحظ بيقدر ايجمان يحدد موقع سونيك من خلال اثار رجليه، وبيوصل لبيت توم. واول ما بيعرف سونيك بيخاف وبيقول لتوم انهم جايين عشان يقبضوا عليه، وبيطلب منه يساعده ويخبيه في شقته، لانه بسبب السهم المخدر اللي ضربه بيه بقى مش قادر يجري. فبيرتبك توم وبيقرر يساعده، وبيكون ايجمان واقف قدام المخزن بتاعه وبيلاقي اثار رجلين سونيك مرة تانية، فبيفهم انه موجود جوه البيت. في الوقت ده بيقدر توم يخبي سونيك في أوضة سرية في شقته، وبيخرج عشان يتكلم مع إيجمان ويطرده من البيت. فبيستخدم إيجمان الروبوتات بتاعته عشان يدوروا على سونيك، وبيقول له توم ان في كائن غريب خرج منه طاقة كهربائية عالية دمرت الأقمار الصناعية في الفضاء، وانه متأكد ان الكائن ده موجود في شقته. وبعدها بتوصل الآلات للأوضة السرية اللي سونيك مستخبي فيها، وبيكون عامل نفسه كورة عشان الآلات ما تتعرفش عليه. وأول ما بيشوف الليزر بتاع الآلات بيتحرك من مكانه وبيخرج من الأوضة. فبيسمعوا دكتور إيجمان وبيدخل البيت عشان يشوف فيه ايه، لكن بيلاقي في الآخر حيوان راكم بياكل. وبالصدفة بيشوف شعرة سونيك وبيهدد توم بالقتل لو ما قالهوش على مكان سونيك. وبيكون سونيك شايف كل اللي بيحصل وبيضطر يسلم نفسه عشان ينقذ توم. فبيتفزع إيجمان وبيستغل توم الفرصة وبيضربه وبيفقده الوعي، فبيهجم عليه الروبوت بتاعه وبيضرب نار على توم، فبيضطر ياخد سونيك ويهرب بسرعة. وبعدها بيجي المساعد بتاع إيجمان عشان يفوقه، وبيزعق له إيجمان عشان ما راحش يطارد سونيك وتوم قبل ما يهربوا. وفي الوقت ده بيهرب توم بالعربية، وبيقول له سونيك انه لازم يروحوا سان فرانسيسكو عشان يجيب كيس الخواتم السحرية اللي وقع منه. فبيفتح له توم العربية وبيقول له يروح يجيب الخواتم بتاعته، وبيعرفه ان سان فرانسيسكو مكانها في الغرب. بس بيتفاجئ ان سونيك جري بسرعه وراح المحيط الهادي ورجع في اقل من دقيقه، وبيقول له انه مش عارف مكان سان فرانسيسكو. فبيركبوا توم العربيه وبيكون مش مستوعب الموضوع وانه بيتكلم مع كائن فضائي. وبعدها بيروح استراحه عشان يعمل مكالمه، وبيكون سونيك قاعد في العربيه وشايف ناس بترقص في بار. فبينزل من العربيه وبيروح يقعد في البار، وبيتفاجئ توم ان سونيك مش في العربيه وبيروح وراه. ولما بيلاقي سونيك قاعد في البار بيقول له انهم لازم يمشوا عشان محدش يشوفه ويعرف انه كائن فضائي. فسونيك بيقول له انه عايز يستمتع بوقته على كوكب الارض، لانه اول ما هيلاقي كيس الخواتم السحريه هيروح كوكب المشروم عشان يعيش هناك. وطبعا ده لان إيجمان بيطارده وعايز يقبض عليه، فبيضطر توم انه يوافق، وبيكتب سونيك قايمه بكل امنياته. وبيكون حزين جدا لانه هيسيب كوكب الارض من غير ما يحقق احلامه. فبيتاثر توم وبياخده عشان يرقصوا ويستمتعوا بوقتهم. وبعدها بيجي 3 عشان يتخانقوا معاهم، ولما بيستفز سونيك بيضربوا توم، وبتقوم خناقه مع كل اللي موجودين في البار بسبب سونيك. فبيستخدم سرعته الخارقة وبيربط كل اللي موجودين وبيخليهم يوجهوا ضرباتهم لبعض بعيد عن توم. فبيتفاجئ توم ان كل اللي موجودين وقعوا على الارض، فبياخد سونيك وبيهرب. فبيجري وراهم كل اللي في البار، لكن بيكونوا نجحوا انهم يهربوا وبيروحوا فندق عشان يناموا، لانهم هيروحوا بكره سان فرانسيسكو، وده عشان يجيبوا كيس الخواتم السحرية بتاع سونيك. وبيلاحظ توم ان سونيك كاتب في ورقة الامنيات بتاعته ان نفسه في صديق يكون جنبه. وفي اليوم اللي بعده بيركبوا العربية عشان يروحوا سان فرانسيسكو، وبيتفاجئوا ان في عربية مصفحة تبع إيجمان بتراقبهم. وبيكون إيجمان متحكم في العربية عن بعد، وبيحدف عليهم رمح وبيحاول يسحبهم عشان عاوز يخطف سونيك ويسرق منه قوته. فبيخرج سونيك من العربية وبيجري بسرعة لحد ما بيدمر العربية بتاعت إيجمان، وبيفضل يرقص وهو فرحان، لكن للأسف فرحته ما بتكملش. وبتخرج عربية صغيرة تبع إيجمان وبتحدف جهاز مغناطيسي على العربية بتاعت توم عشان تعطلها. فبياخد سونيك الجهاز ده وبيحدفه على العربية وبيدمرها. وللمرة الثالثة بيخرج روبوت بعجلة واحدة وبيفضل يجري ورا العربية، بس المرة دي توم هو اللي بيقدر يدمره. فبيخرج من العربية طيارة صغيرة، وبيكون سونيك فاكر انها لعبة، لكن الطيارة دي بيكون فيها ليزر وبتشيل السقف بتاع العربية. فبيتضايق سونيك وبيمسك الطيارة وبيكسرها، وبيتفاجئ ان فيها قنبلة ذاتية هتنفجر في اي لحظة. فبيحاول سونيك انه يشيلها من ايده، بس بيلاقيها لازقة وما بتتحركش. وبيحاول توم يساعده لكن بتلزق فيه هو كمان. فبيضطر سونيك ياخدها منه وبيحطها على صخرة، وبتتفجر قريب منه وبيفقد الوعي. فبيقرر توم يوديه لمراته مادي لانها دكتورة بيطرية وممكن تساعده. وبتكون مادي قاعدة عند اختها ريتشارد، ولما توم بيوصل بتكون ريتشارد رافضة تدخله، وده لانها مش بتحبه، لكن في النهاية بتوافق انها تدخله. بس اول ما بيشوفوا سونيك بتتصدم مادي، واختها ريتشارد بيغمى عليها.
وفي الوقت ده بيكون الدكتور ايجمان بيعمل فحوصات على شعرة سونيك اللي اخدها من بيت توم، وبيكون مستمتع بوقته وعمال يرقص لان الشعرة فيها طاقة كهربائية عالية جدا. بنرجع تاني لمادي، وكانت بتحاول تعالج سونيك وبتكون رابطة اختها ريتشارد في الكرسي عشان ما تبلغش الشرطة بمكان سونيك. وفجأة بيفوق سونيك وبيتحرك بسرعة في البيت وهو متحمس، وبتكون مادي مصدومة لأنه بيتكلم، فبتتكلم مع جوزها توم على انفراد وبتقوله إن سونيك كائن فضائي ولو الشرطة عرفوا هيقبضوا عليه. وبعدها بتروح بنت أختها الصغيرة لسونيك وبتديله كوتش هدية. وبعدها بشوية بيخرج توم ومادي وبياخدوا معاهم سونيك عشان يروحوا سان فرانسيسكو، وده عشان يجيبوا كيس الخواتم السحرية، وبيكونوا شايلين سونيك في شنطة عشان محدش يشوفه. ولما بيوصلوا سان فرانسيسكو بيروحوا المبنى اللي فيه الخواتم وبيطلعوا بالأسانسير، بيتكلم سونيك وهو في الشنطة وبيقول انه مش قادر يتنفس، فبتسمع واحدة في الاسانسير وبتكون شاكة ان توم خاطف ولد صغير. وبعدها بيطلعوا على السطح وبيلاقي سونيك كيس الخواتم بتاعه، واول ما بيرمي خاتم عشان يفتح بوابة سحرية بيلاقي قدامه الروبوتات بتاعة ايجمان وبتكون محاصراهم. وبيكون الدكتور ايجمان راكب طيارة وبيستخدم طاقة الشعرة بتاعة سونيك، ولما بيلاقي سونيك ان حياة توم ومادي في خطر بيرميهم من فوق المبنى عشان ينقذهم من الروبوتات. فبيضرب ايجمان عليه نار، لكن سونيك بيستخدم سرعته وبيحرك الرصاص ناحيه الروبوتات عشان يدمرها. وبيتفاجئ ان طياره ايجمان بنفس سرعته لانه بيستخدم الشعرايه بتاعته. فبيقع سونيك من فوق المبنى وبتقع منه الخواتم السحريه، فبياخد سونيك واحده منهم وبيفتح بوابه سحريه لتوم ومادي وبينقذهم في اخر لحظه وبينقلهم المزرعه. وبعدها بياخد الخواتم بتاعته وبيجري بسرعه خارقه عشان يهرب من ايجمان، لكن ايجمان بيكون مطارده ومصمم انه يقبض عليه عشان يعمل عليه تجارب ويسرق قوته. وبيكون سونيك مستغرب ان ايجمان بيجري بنفس سرعته، فبيضربوا ايجمان بشعاع ليزر وبيوقعوا على الارض. وبيكون ايجمان فرحان عشان اخيرا قدر يتغلب على سونيك. وبيشوفوا توم ومادي كل اللي بيحصل، فبياخد توم خاتم سحري من بتوع سونيك وبيفتح بوابه سحريه ورا ايجمان وبيضربه، لكن ايجمان بيوقعه من على الطياره. وبيلاقي كل سكان المدينة واقفين ضده، فبيسأل ايجمان توم ليه بيدافع عن سونيك وهو مخلوق فضائي، فبيقول له انه سونيك صاحبه ومستحيل يتخلى عنه مهما حصل. واول ما بيسمع سونيك كلام توم بيستجمع قوته مرة تانية وبيقول لايجمان ان طول عمره بيهرب من الناس وان دي فرصته الوحيدة عشان يثبت نفسه ويدافع عن صاحبه. فبيجري بسرعة كبيرة ناحية ايجمان وبيضرب في الطيارة بتاعته من كل الاتجاهات. وبعدها بيفتح توم بوابة سحرية لكوكب المشروم وبيهجم سونيك على ايجمان وبيزقه ناحية البوابة وبتتقفل عليه. وبيفرحوا في الاخر انهم انتصروا على ايجمان، وبيقرر توم انه يعمل اوضة لسونيك في بيته ويخليه يعيش معاه على طول. وبيكون ايجمان عايش في كوكب المشروم لوحده ومش لاقي اي طريقة يرجع بيها لكوكب الارض. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. بيبدأ الجزء الثاني من فيلم سونيك بدكتور ايجمان وهو قاعد في كوكب المشروم، وده بعد ما نفاه سونيك بعيد عن الارض. وبيحاول ايجمان يتعايش مع الكوكب وبيخترع عدة اختراعات على امل انه يلاقي طريقة يرجع بيها للارض وينتقم من سونيك. فبيخترع جهاز كهربائي وبيمد الجهاز ده بالطاقة من خلال شعرة سونيك اللي معاه، وطبعا ده لان شعرة سونيك فيها طاقة كهربائية عالية جدا. وفجأة بينفجر الجهاز وبيخرج منه طاقة كهربية بتظهر في الفضاء. وبعد شوية بتتفتح بوابة سحرية وبيخرج منها 3 جنود من كوكب تاني، ولما بيقربوا من ايجمان بيستعمل فخ كان عامله وبيقضي عليهم كلهم. وبعدها بيجري عشان يدخل البوابة السحرية ويخرج من كوكب المشروم، لكن فجأة بيظهر كائن لونه أحمر شبه سونيك اسمه ناكلز. ولما بيشوف شعرة سونيك اللي مع ايجمان بيسأله جابها منين، وبيكون واضح عليه انه بيدور على سونيك وعاوز يأذيه. فبيقول له ايجمان انه ممكن يوصله لسونيك لو خرجوا من كوكب المشروم. بنروح بعد كده لمدينة نيويورك، وبيكون في مجموعة حرامية سارقين فلوس من بنك والشرطة بتطاردهم عشان تقبض عليهم. وبيشوف سونيك اللي بيحصل وبيجري بسرعة خارقة لحد ما بيضرب الحرامية اللي سايقين العربية وبيحاول يوقفها، فبيستخدم سرعته وبيفك كل أجزاء العربية وبتقبض الشرطة على الحرامية. وفي اليوم اللي بعده بيروح سونيك يصطاد مع صديقه توم، وبيكون سونيك قاعد مرهق جدا وعاوز ينام وبيقع في المية. وبيلحقه توم وبيقول له انه عارف اللي هو عمله وانه ما باتش امبارح في البيت، وبيوري له في الجورنال اللي هو عمله امبارح لما ضرب الحراميه. فبيقول له سونيك انه بطل لانه ساعد الشرطه في القبض على الحراميه. وبعدها بيرجعوا البيت، وبيفتح سونيك بوابه سحريه لمدينه هواي عشان عارف ان توم ومراته مادي رايحين حفل زفاف واحده صاحبتهم. وبيدي سونيك لتوم الخاتم السحري اللي بيفتح البوابه عشان لما يرجعوا مره تانية. ولما بيسافروا بيبدأ سونيك يلعب في البيت وبيعمل فوضى في كل مكان. وعلى الجانب الآخر بتتفتح بوابة سحرية وبيخرج منها كائن أصفر شبه سونيك اسمه تيلز، وبيكون واضح عليه إنه بيدور على سونيك. وبالليل بيكون سونيك قاعد في البيت والنور بيقطع، فبيحاول يخوف الكلب بتاعه، وفجأة بيسمع صوت غريب ورا الباب.
ولما بيفتح بيلاقوا قدامه اجمان الشرير اللي نفاه كوكب المشروم. فبيتعصب سونيك وبيهجم عليه، لكن ناكلز الكائن الاحمر بيظهر وبيضربه، وبيكون واضح عليه انه اقوى من سونيك بكتير. فبيضربه وبيخرجه من البيت وبيساله على مكان جوهره القوه اللي ورثها من القبيله بتاعته. وساعتها بيكون سونيك مش فاهم اي حاجه، وفجاه بتيجي عربيه بوليس وبتخبط ناكلز، وبنكتشف ان اللي بيسوق العربيه هو تيلز الكائن الاصفر، وبيطلب من سونيك يركب معاه عشان يهربوا بسرعه. فبيركب سونيك معاه وبيحاول اجمان يوقفهم، لكن تيلز بيخبطه بالعربيه وبيمشي. وفي طريقهم بيقول تيلز ان ناكلز الكائن الاحمر هو اخر واحد في القبيله بتاعته، وانه اخطر محارب في المجره، ومهووس بالبحث عن جوهره القوه مع انها مجرد اسطوره. وفجاه بيهجم عليه ناكلز وبيقف على سقف العربيه، فبيرمي تيلز العربيه من على الجبل وبياخد سونيك وبيطير. ولما بيوصل اجمان وبيشوفهم بيبعت رساله للمساعد بتاعه، وبيفرح جدا لما بيعرف انه رجع كوكب الارض مره تانية. فبيبعت له المعدات والاجهزه اللي هو اخترعها، وبيساعد ناكلز انه يطلع من على الجبل. وساعتها بيتفق معاه انه يساعده ويلاقي جوهره القوه اللي بيدور عليها، وده مقابل انه يسلمه سونيك عشان يعمل عليه اختبارات. وفي الوقت ده بيروح سونيك عشان يستخبى عند صديق توم اللي هو قاعد معاه في البيت، وبيطلع من شنطته خريطه لمكان جوهره القوه. وبنعرف ان البومه اللي ربته وهو صغير هي اللي اديته الخريطه دي. وفجاه الخريطه بتنور وبتظهر صوره افتراضيه لوالده سونيك بالتبني، وبتقول له ان جوهره القوه موجوده على كوكب الارض، والجوهره دي بتقدر تحول الافكار لحقيقه. وبتحذره ان الجوهره دي لو اخدها حد شرير ممكن يدمر العالم. وبعدها بتختفي الصوره الافتراضيه، وبيقرر سونيك انه يدور على الجوهره عشان يحميها، وده قبل ما ناكلز يعرف مكانها. وبيكتشف من الخريطه ان البوصله اللي هتوصله للجوهره موجوده في صربيا. فبيفتح بوابه سحريه لصربيا، وبيروح هو وتيلز، وبيتفاجئوا انهم في منطقه جليديه، وبيلاقوا بار موجود هناك. فبيتنكروا عشان محدش يشوفهم. ولما بيلاقوا سكان صربيا بيتكلموا بلغه مختلفه، بيستخدم تيلز جهاز للترجمه عمله بنفسه عشان يتكلم بلغه صربيا، لكن للاسف الجهاز بيتعطل. وبيشتم صاحبه البار اللي بتقدم لهم الطلبات، فبتتعصب وبتنادي على اصحابها. وبيشيلوا الهدوم بتاعه سونيك وتيلز، فبيتفاجئوا انهم كائنات فضائيه، وبيشيلوهم عشان يرموهم في النار. فبيحاول تيلز يصلح الجهاز بسرعه عشان يطلب منهم ما يقتلهمش. ولما بيشتغل الجهاز بيقول كلمه بيفونيكا، وبيسيبوهم الناس اللي في البار. وبيكتشف سونيك ان الكلمه دي معناها مسابقه رأس الحل الخلافات، ولو كسبوا في المسابقه هيمشوا من غير ما يحصل لهم اي حاجه، ولو خسروا هيتحرقوا في النار. فبيرقص 3 من سكان صربيا وبيخلصوا العرض بتاعهم، وبعدها بيرقص سونيك وتيلز وبيأدوا عرض مدهش وبيكسبوا المسابقه. وبيكون كل اللي في البار مبسوطين بالعرض بتاعهم. ولما بيخلص العرض بيقول تيلز لسونيك انه سعيد جدا عشان موجود معاه، وانه احسن صديق هو قابله. وفي اليوم اللي بعده بيطير تيلز وبياخد سونيك معاه، وبيدوروا على المكان اللي فيه البوصله اللي هتوصلهم لجوهره القوه. فبيوصلوا المكان ضلمه، ولما بيدخلوا بيلاقوا بوابه عليها تمثال لبومه، وبيكون مكتوب كلام على البوابه بلغه غريبه. فبيترجمها تيلز وبيقول ان جوهره القوه كانت في الاساس 7 جواهر مع 7 محاربين شجعان، ولكن تم دمج 7 جواهر في جوهره واحده فيها قوه غير عاديه. فقرر المحاربين ال7 انهم يخبوا الجوهره في مكان سري عشان الاشرار ما يلاقوهاش ويسيطروا بيها على العالم. فبيفتح سونيك البوابه، ولما بيدخل بيلاقي تمثال بومه كبير وفيه رموز غريبه شبه اللي موجوده معاه على الخريطه. فبيحرك واحد من الرموز دي وبيخرج شعاع اخضر من على التمثال، وبتظهر البوصله اللي بتحدد مكان جوهره القوه. وفجاه بيجي اجمان ومعاه ناكلز عشان ياخدوا منهم البوصله. فبيحدف اجمان صاروخ على سونيك عشان يقتله، لكن سونيك بياخد الصاروخ وبيغير مساره وبيحدفه عليه. وبعدها بيخرج بسرعه من الكهف هو وصديقه تيلز، وبيتفاجئ ان روبوتات اجمان بتجري وراه، فبيحاول يهرب منهم. وبيطاردوا ناكلز عشان ياخد منه البوصله. فبتضرب الروبوتات صاروخ على سونيك وبيتعلق على جبل، وبتقع منه كل الخواتم السحريه اللي بتفتح البوابات اللي بيسافر بيها. فبيتضايق سونيك وبيسال ناكلز ليه بيطارده طول الوقت. فبيقول له ناكلز انه خسر عيلته بسببه، وبيحكي له انه في يوم والده خرج من القبيله بتاعته عشان ياخد جوهره القوه اللي كانت مع والدته بالتبني اللي هي البومه، ومن بعدها والده والقبيله كلها اختفت وما رجعتش تاني. فبيقول له سونيك ان هو كمان خسر والدته في اليوم ده، وبيكون واضح عليهم هما الاتنين انهم بداوا يتفاهموا مع بعض. لكن فجاه تيلز بيربط ناكلز بجهاز عشان يدافع عن سونيك، فبيحدف له سونيك البوصله وبيطلب منه يهرب. لكن للاسف اجمان بياخد البوصله وبيضرب صاروخ على تيلز. فبيروح سونيك عشان يطمن عليه وبيلاقيه فاقد الوعي، وللاسف بيحصل انهيار جليدي. فبياخد تيلز وبيهرب بسرعه، وبيتصل على توم اللي بيكون في حفل زفاف صديقته، وبيطلب منه سونيك يرمي الخاتم السحري اللي معاه، وده عشان يفتح له بوابه يقدر يهرب بيها. فبيرمي توم الخاتم السحري، وبيتفاجئ ان الخاتم اتبدل مع خاتم الجواز بتاع صديقته. فبيروح عشان ياخد الخاتم من العريس، لكن للاسف بيرفض يديهوله. فبيضطر توم انه يضربه عشان يلحق سونيك، وبعدها بياخد الخاتم السحري وبيرميه، وبتتفتح بوابه وبيدخل منها سونيك، والجليد بيغطي المعازيم وبيبوظ حفل الزفاف.
وبيتفاجئ توم ان حفل الزفاف ده مش حقيقي، وان دي كانت خطه من الشرطه عشان يقبضوا على سونيك وتيلز. فبيروح يضرب كل ضباط الشرطه عشان يساعد سونيك، لكن في النهايه بيقبضوا عليه. ولما بتعرف مادي انهم محبوسين في الفندق، بتفكر في خطه هي وصاحبتها عشان تنقذه هو وسونيك. فبتاخد الادوات بتاعه تيلز اللي في شنطته وبتروح الفندق، لكن بتتحاصر من ضباط الشرطه. وساعتها بتيجي صاحبتها وبتضرب عليهم نار من سلاح متطور بتاع تيلز، وبعدها بتروح مادي وبتنقذهم في اخر لحظه. ومن ناحية تانية بيوصل إيجمان وناكلز لمكان جوهرة القوة، وبيلاقوا خريطة على الأرض. فبيحط ناكلز البوصلة على الخريطة وبتبدأ تنور لحد ما بيظهر شعاع أخضر قوي بيدل على مكان جوهرة القوة، وبيتشق البحر لنصين وبيخرج سلم بيوصل للجوهرة. وفي الوقت ده بيشوف سونيك وصديقه توم الشعاع الأخضر، وبيفهم إن ناكلز وإيجمان قدروا يوصلوا لمكان الجوهرة. فبيقرر إنه يواجههم وياخدها منهم، وبيطلب من صديقه توم إن ياخد باله من تيلز اللي بيكون فاقد الوعي. وبعدها بيستجمع طاقته وبيجري بسرعة على المية عشان ياخد الجوهرة، لكن بتكون الأمواج عالية وبترميه على الشط. ولما بيفوق بيلاقي قدامه غابة، ولما بيدخلها بيتفاجئ بالمعبد اللي فيه الجوهرة. وبيكون إيجمان وناكلز في المعبد وبيحاولوا يهربوا من الفخاخ عشان يسرقوا الجوهرة، وفجأة بتجري وراهم كرة حديدية وبيقدروا ينقذوا نفسهم في آخر لحظة. فبيستخدم إيجمان آخر اختراعاته وبيخلي روبوتات صغيرة تكتشف المكان، وده عشان يقدروا يتفادوا الفخاخ الموجودة. وبعد شوية بيوصلوا لمكان جوهرة القوة، وبيخطط إيجمان إنه يقتل ناكلز عشان يستولي على الجوهرة. لكن فجأة بيجي سونيك وبينزل من على السقف وبيبوظ خطة إيجمان. وبعدها بيواجه ناكلز وبيقول له انه لو عاوز ياخد الجوهره لازم يمسكه الاول. فبيجري بسرعه ناحيه الجوهره وبيهجم عليه ناكلز وبيتخانقوا هما الاثنين، لكن بيكون ناكلز اقوى من سونيك وبيضربوا ضربات متتاليه لحد ما بيوقعوا على الارض. وبعدها بياخد صخره كبيره عشان يقتله، لكن في اخر لحظه سونيك بيقول له ان ايجمان بيحاول ياخد الجوهره لنفسه. فبيتضايق ناكلز وبيقول لايجمان ان ده ما كانش اتفاقهم من الاول، وانه المفروض هو اللي ياخد جوهره القوه. فبيضحك ايجمان وبيقول له انه شخص ساذج لانه صدقه، وبيمسك الجوهره وبيكتسب قوه كبيره جدا. وبعدها بيتهد المعبد وبيرجع البحر لطبيعته بعد ما كان مشقوق لنصين. وبيقع حجر كبير على ناكلز في الميه وبيكون مش قادر ياخد نفسه. فبيجي سونيك وبيشيل الصخره من عليه عشان ينقذه، وبعدها بيطلعوا من الميه. وبيكون ناكلز مستغرب من تصرف سونيك لانه كان ممكن يسيبه يموت وساعتها هيكون انتصر عليه. فبيقول له سونيك ان والدته علمته ما يكرهش حد ويحس بالمسؤوليه تجاه الناس. وبيتفاجئ ان تيلز جاي عشان يساعدهم، وبيكون فرحان جدا عشان ما حصلوش حاجه، خصوصا انه كان متصاب بسبب الصاروخ بتاع ايجمان. فبيعرض سونيك على ناكلز انهم يبقوا اصحاب ويتعاونوا مع بعض عشان يرجعوا جوهرة القوة. وفي الوقت ده بيكون في ضابط شرطة مراقب المساعد بتاع ايجمان، وبيشوفه وهو بيجهز الآلات والمعدات بتاعته عشان يسيطر على الكوكب. فبيهجم عليه وبيكتفه عشان يستجوبه، لكن فجأة بيظهر إيجمان وبتكون تصرفاته غريبة جدا بسبب القوة اللي أخدها من الجوهرة. فبيفك المساعد بتاعه وبيقرروا إنهم يسيطروا على كوكب الأرض. فبتيجي الشرطة وبيهددوا إيجمان يسلم نفسه، لكن بيتفاجئوا إنه بيطير وبيفك كل الدبابات والعربيات بتاعتهم وبيعمل روبوت ضخم جدا. وطبعا ده بفضل جوهرة القوة لأنها بتحول الأفكار لحقيقة. وساعتها بيوصل سونيك وهو راكب طيارة مع تيلز وناكلز وبيفكروا في خطة عشان يدمروا الروبوت بتاع إيجمان. فبينزل ناكلز من الطيارة وبيحاول يستخدم قوته وبيضرب ايد الروبوت، لكن لان الروبوت ضخم ما بيحصلوش حاجه. وبيدمر ايجمان الطياره بتاعه تيلز وبيحدف صاروخ على سونيك، لكن سونيك بيركب فوقيه وبيغير مساره وبيحدفه على الروبوت مره تانية. فبيجتمع ناكلز مع سونيك وتيلز وبيقول لهم ان الروبوت قوي جدا ولازم يدوروا على نقطه ضعف ليه. فبيشجعهم سونيك وبيقول لهم انهم لازم يتعاونوا ويحاربوا كفريق. فبيطلع على الجسر عشان يشغل ايجمان، لكن ايجمان بيستخدم الروبوت بتاعه وبيضربه بليزر وبيدمر الجسر. وبيقدر تيلز يدخل جوه الروبوت وبيعمل نسخ افتراضيه عشان يلفت انتباه ايجمان. فبيستغل ناكلز الفرصه وبيضربه وبيخرج جوهره القوه من جسمه، وبالتالي بيفقد الروبوت بتاع ايجمان قوته. وبيشوف سونيك جوهره القوه من بعيد وبيروح عشان ياخدها. فبيحاول ايجمان يسيطر على الروبوت عشان يدوس على سونيك، لكن في اخر لحظه بيجي توم ومادي وبينقذوا سونيك وبياخدوا الجوهره. فبيتعصب ايجمان وبيقلبهم بالعربيه، لكن لحسن الحظ ما بيحصل لهمش حاجه. وبيلاحظ سونيك ان جوهره القوه اتدمرت تماما، وبيجي ايجمان بالروبوت بتاعه عشان يقتلهم، وبيعمل حواليهم دايره من النار عشان ما يهربوش منه. وفجاه بيظهر السبع جواهر اللي كانوا جوهره القوه وبيدخلوا جوه جسم سونيك. وبعدها بيفرح ايجمان انه داس على سونيك وقتله، لكن بيتفاجئ ان سونيك ما ماتش وان لونه اتحول للون الذهبي واكتسب قوه خارقه بفضل السبع جواهر. وساعتها بيكون سونيك قادر يطير وبيضرب في الروبوت لحد ما بيدمره وبينجح انه يهزم ايجمان. وبعدها بيخرج السبع جواهر من جسمه وبيرجع لشكله الطبيعي. فبيساله تيلز ليه اتخليت عن جوهره القوه وان دي كانت فرصتك عشان تكون اقوى شخص في العالم. فبيقول له سونيك ان القوه الحقيقيه هي قوه العائله، وبيقدر ناكلز يجمع السبع جواهر مره تانية ويكون جوهره القوه. وبيتعاهد هما الثلاثه انهم يكونوا قبيله واحده ويحموا الجوهره باي ثمن.
وفي اليوم اللي بعده بيتجمعوا كلهم عشان يلعبوا مع بعض وبيقضوا وقت ممتع. وبيجي توم وبيقول لسونيك انه فخور جدا بيه عشان انقذ العالم، وبيضم تيلز وناكلز لعيلتهم الجديده. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناه لمتابعه كل جديد.